الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات كود دروس لتعليم السياقة اللي فيهم نفس صور والأسئلة يوم الامتحان. إذا بسم الله على بركة الله نشوف السؤال رقم 1. يمكن لي نتجاوز؟ نعم نجاوب 1، لا الجواب 2. هنا عندنا المنع راه غير على الشاحنات، والخط مقطع والطريق خاوية والمراية خاوية، ما بغيش يتجاوز، ما دايرش السينيال. اذا كل شيء هاد المؤشرات كيسمحوا ليا باش نتجاوز. ملي تكون شي علامه ديال الحديد الكبير، صحاب السيارات راه ما يتجاوزوش. الا كان بيرمي ديالك طوموبيل غدير لا، والا كان بيرمي ديال كاميو لا كار ولا رموك كدير نعم. ديما يوم الامتحان كتجاوب على السؤال اللي عندك، ما تجاوبش على هادشي اللي حافظ في كودروس. دابا اللي عنده طوموبيل غيدير نعم، وإلا عندك رموك ولا كاميو ولا كار غدير لا، لان البلاكه كتمنع على الحديد الكبير. جواب 1. السؤال الثاني، يمكن لي نتوقف على اليسار؟ نعم جواب 1، لا الجواب 2. على اليمين؟ نعم جواب 3، لا الجواب 4. هنا طريق كدي وكتجيب، ملي كتكون طريق كدي وكتجيب الوقوف والتوقف كيكون غير على الجهه ديال اليمين، اليسار لا. اذا اليمين نعم واليسار لا. اما بالنسبه ملي كتكون طريق ذات اتجاه واحد تقدر تقوم بعمليه الوقوف والتوقف على اليمين واليسار. إذا هنا الجواب الصحيح رقم 2 و3، اليسار لا واليمين نعم. شوف السؤال رقم 3. سبب الطقطقة عند مرور من مستوى الآخر يمكن يكون ناتج على استعمال سريع لعلبة التحكم. نعم جواب 1، لا الجواب 2. حالة سيئة الواصل؟ نعم جواب 3، لا الجواب 4. ملي كتبدل الفيتاس وكتسمع واحد الصوت ديال الطقطقة راه السبب انك كتبدل الفيتاس بواحد السرعة كبيرة، والعمليه الصحيحه باش تبدل الفيتاس ماشي هي انك تبدل الفيتاس بالسرعه. اللي كيبدل الفيتاس بالزربه راه هو المعلم، لا. اللي كيورك على لومبرياج مزيان اقصى درجه هذاك هو المعلم، لان ملي كتورك على لومبرياج اقصى درجه بواطه فيتاس كتحل كيولي المانيطه ساهله. اذا الطريقه اللي غادي نوريك ديما الا كنتي كتحس بالمانيطه ديال الفيتاس قاصحه في يدك راه ما كتعرفش تبدل الفيتاس، خاصها تكون خفيفه، وباش تكون خفيفه خصك تورك على لومبرياج حتى الحد ديالو. اذا الجواب 1 و3. سؤال رقم 4. واش يمكن لي نتجاوز السياره البيضاء؟ نعم جواب 1، لا الجواب 2. مسلك التجاوز فيه السهم ديال اليسار، هذا السهم هذا كيتسمى سهم الاتجاه، كيجبرك باش تدور على اليسار الا كنتي في هذا المسلك، وهذا السهم تيقول لك اجباري تزيد القدام. اذا ما عندكش الحق باش تدوز هنا على اليسار وتجاوز. الجواب الصحيح رقم 2. السؤال رقم 5. ندوز الجواب 1 نوقف الجواب 2. الاسبقيه ديما للراجلين، ملي كيدخلوا الراجلين للطريق كتصبح الاسبقيه ديالهم نوقف ونسمح لهم. الجواب 2. السؤال رقم 6. واجب تطبيق تحديد السرعه فورا؟ الجواب 1. من بعد 150 متر والجواب 2. عند المنعرج المقبل؟ الجواب 3. هاد العلامه هذه علامه تحديد السرعه كتسمى علامه موضعيه، كتبدا من العلامه، ابتداء من العلامه كيولي خاصك تحدد السرعه في 30. الجواب 1. نمشيو للسؤال رقم 7. نقص من السرعه؟ نعم الجواب 1، لا الجواب 2. يمكن لي ننبه بالمنبه الصوتي؟ نعم الجواب 3، لا الجواب 4. السيارة البيضاء في وضع غير مناسب للتوقف لأنها واقفة وسط الطريق، وهنا خط متصل ما يمكنش لي نتجاوزه. إذا خاصني ننبهو بإشارة ضوئية وننبهو بالمنبه الصوتي باش يغير العربة ديالو الوقوف ديالها، خصو يخرج من الطريق. الجواب الصحيح نقص من السرعة نعم، ننبه بالمنبه الصوتي نعم. 1 و3. سؤال رقم 8. التوقف ممنوع قبل هذه العلامة؟ نعم جواب 1، لا الجواب 2. بعد هذه العلامة؟ نعم جواب 3، لا الجواب 4. أول حاجة إلا كنتي مازال مبتدئ في تعليم السياقة خاصك تفرق ما بين الوقوف والتوقف. ملي تسمع كلمة الوقوف أو لا نوقف، أو لا تسمع كلمة التوقف أو لا نتوقف، خاصك تعرف الفرق بيناتهم. ملي تسمع الوقوف أو لا نوقف هو توقف مدة قليلة، تنزل بضاعة أو لا تهز بضاعة، تنزل راكب أو لا تهز راكب، والسيارة كتكون أمارش. هذا شنو كيتسمى الوقوف. أما كلمة التوقف أو لا نتوقف هي الركن باستمرار، ستاسيوني وتغادر العربة ديالك، تسكتها وتغادر.
إذا هذه أول حاجة خصنا نفهموا المعنى ديالها. الوقوف هو توقف مدة قليلة وتزيد السيارة أمارش تنزل شي واحد ولا تهزو، والتوقف هو الركن باستمرار. إذا هاد العلامة هذه ملي تلقاها كتسمى ممنوع التوقف. ونزيدك معلومة أخرى، ما كايناش شي بلاكة كتسمى ممنوع الوقوف، يا إما كتكون ممنوع التوقف وحدها أولا كتكون ممنوع الوقوف والتوقف مجموعين. أما شي بلاكة فيها ممنوع الوقوف وحده لا، ما عمرو شي واحد غيمنعك باش توقف، يمكن لك توقف. التوقف هو اللي ممنوع، وملي كتكون فيها ممنوع الوقوف والتوقف ديك الساعة بجوج. إذا هاد العلامة هادي كتسمى ممنوع التوقف. شنو المعنى ديالها؟ ممنوع تستاسيوني وتسكت العربة ديالك. إمتى ممنوع؟ ابتداء من العلامة على طول هذا الرصيف هذا حتى الملتقى الطرق الجاي. هذا هو المعنى ديال البلاكة، كتحكم غير على هذا الرصيف ماشي الرصيف المقابل أو شي حاجة. ابتداء من العلامة على طول هذا الرصيف حتى الملتقى الطرق المقبل ممنوع التوقف. إذا نجاوب على السؤال، التوقف ممنوع قبل هذه العلامة لا بعدها. جواب جوج وثلاثة. ملي كيكونوا الأسهم لتحت الفوق عاد كيكون قبل أو لا قبل وبعد. السؤال رقم 90. يمكن لي نبدل المسلك باش ندخل لهذه المحطة؟ نعم. جواب واحد. لا. الجواب جوج. هنا عندنا خط متصول على اليمين ما يمكنش لنا نتخطاوه. عندنا علامة الإجبار، إجباري تكمل هذا الطريق. عندنا علامة الانتردي هنا، إذا ما يمكنش لي ندخل لهذه المحطة، جميع الظروف ما كتأهلنيش. الجواب رقم جوج. يمكن لي نبدل المسلك باش ندخل لهذه المحطة؟ الجواب لا. نمشيو للسؤال الأخير، السؤال رقم 10. نعطي حق الأسبقية اليمين؟ الجواب واحد. نعطي حق الأسبقية اليسار؟ الجواب جوج. ندوز الجواب 3. هنا عندي هاد العلامة ديال الصغيرة في الكبيرة، علامة إعطاء حق الأسبقية. ملي تكون قدامي علامة الصغيرة في الكبيرة كنعطي الأسبقية اليمين واليسار، لكن ملي كيشعل فوق منا الضوء خضر كتلغى العلامة. دائما الضوء خضر ملي كتكون تحت منه علامة الصغيرة في الكبيرة أولا علامة قيف كيتلغاو. الضوء خضر كيلغي هاد جوج علامات، وملي كيكون الضوء خضر كندوز ما نعطيش الأسبقية. إذا الجواب ديالنا نعطي الأسبقية اليمين أولا اليسار تلغات، وبقى لينا جواب واحد هو ندوز، نقص السرعة وندوز. عقلوا عليها، ديما ملي كيكون قيف ولا الصغيرة في الكبيرة الضوء خضر كيلغيهم. أما إلا كان عندك طريق ذات أولوية أولا ممنوع الدور على اليمين أولا شي بلاكة أخرى راه ما كيلغيهاش الضوء. ملي يشعل الضوء خضر كيبقى ممنوع عليك الدور على اليمين، كيبقى انت هو من الطريق كبيره كتبقى خدامه البلاكه. صغيره كبيره وقيف هما اللي كيتلغاو. وبهذا غنكونوا انهينا الحلقه ديال اليوم. انتظرونا في حلقات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله.